السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف صحة وألف خير. بحبكم في الله، ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب. اللهم امين. جالي اسئلة كتير. يا مراوضة، وانتي بتحضري شنطة العمرة، خدتي معاكي صابون وخدتي معاكي اريال وخدتي معاكي شامبو، وانتي طول الفيديوهات بتقولي الصابون ممنوع والشامبو ممنوع والكريمات ممنوعة. لو سمحتي، ليه التناقض؟ بالظبط ده السؤال جالي. وهي حابه يعني مش اكتر، يعني اكتر من مره برد في التعليقات، بس لما لقيته بيتكرر قلت اعمل فيديو واوضح لكم ليه انا واخده معايا، مع ان طول الفيديوهات وانا بقولك خلي بالك من الشامبو، خلي بالك من الصابون بريحه، خلي بالك من المناديل المبلله. مبدئيا كده النهارده الجمعه، جمعه مباركه عليكم، ربنا يا رب كده يجعل ايامكم كلها فرح، وربنا يكتبها لكم يا رب، اللهم امين. وما ننساش قراءة سورة الكهف النهارده، ونصلي على النبي كتير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب، اللهم امين. بصي يا ست الكل، مبدئيا كده لازم وانت بتحضري الشنطه تاخدي معاكي الحاجات اللي انا خدتها معايا. طيب ليه ممنوعه؟ ممنوعه اثناء الاحرام فقط، فقط. وانت في الميقات، من اول الميقات لحد لما تأدي مناسك العمره بتاعتك وتحل العمره وتقصي اطراف شعرك، ارجعي لحياتك الطبيعيه تاني. بصي ديننا سهل ازاي. يعني ايه يا مراوضه؟ يعني وانت في الميقات، سواء احرمتي من ابيار علي او من المطار، فانت كده دخلتي في نسك، دخلتي في نسك، يعني كل الشامبوهات ممنوع عليكي، اي حاجه فيها عطر واي حاجه فيها زيوت عطريه ممنوع عليكي. فخدي بالك وركزي، ايه اللي ممنوع وايه اللي مش ممنوع. ممنوع اثناء الاحرام فقط، اثناء الاحرام فقط. وبعد لما بتخلصي العمره بتاعتك وتحليها وتقص اطراف شعرك. يعني ايه احل العمره؟ يعني اقص اطراف شعري في نهايه جبل المروه، يا اما لما اروح الفندق اقص تحلي العمره كده. خلاص بقى ترجعي لحياتك الطبيعيه، تروحي تستحمي بقى كده وتاخدي الدش بتاعك بالشامبو بالكريمات، وترجعي للكريمات والمرطبات والحاجات اللي انت بتحبيها. ده مبدئيا لاول سؤال. تاني سؤال معايا بتقولي كلميني عن الصفا والمروه، وازاي احسب الاشواط ما بينهم، وهدعي بايه اثناء السعي ما بين الصفا والمروه. كل اللي عايزة تعرفيه في السعي بين الصفا والمروة إن شاء الله هنتكلم كده باستفاضة في الفيديو. أول حاجة، وانت رايحة السعي ما بين الصفا والمروة، السعي بيبتدي من جبل الصفا، بتروحي هناك وبتخلي وشك يمة القبلة، وبتقري الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله العظيم. الأدعية بقى وانت في السعي ما بين الصفا والمروة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد الصفا كبر عليها وذكر الله ثلاثا ودعا ثلاثا، وقرأ قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله العظيم. فصعد الصفا صلى الله عليه وسلم حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره، وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، ويكرر ذلك مع التكبيرات 3 مرات، وفعل على المروة كما فعل على الصفا. دي الأدعية اللي هتقوليها وانت فوق أول لما تطلعي عند جبل الصفا وتبدأي في السعي ما بين الصفا والمروة. طب دلوقتي انت وزوجك وانتوا بتسعوا، خلاص بدأت البداية بتاعتك من عند جبل الصفا، ترجعي بقى تلفي كده جبل الصفا لجبل المروة كده مرة، كده انت عملتي مرة. ومن جبل المروة لجبل الصفا في الملف كده وانت بتلفي كده مرة، يعني انت كده عملتي مرتين. علشان في ناس اخوات بعتولي وقالوا لي يا مراوضة، يعني احنا لما نلف، يعني نروح من عند جبل الصفا لجبل المروة، ومن جبل المروة لكده لجبل الصفا كده تتحسب مرة. لا يا حبيبتي، انت كده عملتي مرتين. فركزي، اهم حاجة بس تركزي وانت بتسعي ما بين الصفا والمروة. ولما يجي عند العلمين اللي انت شايفاهم الخضر دولت، زوجك او اخوك او والدك، اي يعني محرم معاكي، هو اللي هيجري، يعني الهرولة في المكان ده. انت بتمشي عادي خطوتك العادية، انما من عند العلمين الخضر دول هتبص تلاقي دلوقتي الرجال كلهم جريوا.
فربنا يا رب كده يتقبلها منا يا رب، اللهم امين. طب بالنسبه للدعاء اللي هتقوليه وانت في السعي ما بين الصفا والمروه، ادعي بقى باللي في قلبك. يعني انت كده في معيه مع ربنا سبحانه وتعالى، ماشيه بقى كده، ادعي باللي نفسك فيه واللي بتتمنيه. ادعي لاولادك واولاد المسلمين بالهدايه، ادعي ليكي ربنا يديك الصحه، ربنا يكتبها لك تاني يعني عاجلا غير اجل يا رب، ربنا يكتبها لنا مرارا وتكرارا يا رب. ادعي بالشفاء لجميع مرضى المسلمين، ادعي للاقصى، ادعي لاهل غزه ربنا ينصرهم نصر عزيز مقتدر. يعني هقولك على ايه، انت لما تفتحي كده في الدعاء هتبصي تلاقي ربنا بيلهمك. بس خلي بالك وانت بتدعي، خلي صوتك يبقى مسموع علشان ما تسرحيش وتمشي وانت ساكته، علشان المكان اللي انت فيه ده يا عالم ربنا هيكتبهولك تاني ولا لأ. المكان اللي انت فيه ده يعني ده هدية من ربنا ليكي، ما تضيعهاش، ما تضيعيش ولا دقيقة من غير دعاء. لسانك ده في الذكر كده على طول، وفي قراءة القرآن، وفي الطاعة. وبصي ما تخليش شغلك الشغل ان انت تكلمي حبايبك في التليفون وفي فيديو ومش عارف ايه. كرسي بصي وقتك كله خليه للعبادة وللذكر وللدعاء فقط وقراءة القرآن فقط. بس في حاجة عايزة أقولك عليها قبل ما بتبدأي سعي ما بين الصفا والمروة، في نهاية الطواف حول الكعبة لازم تشربي ماء زمزم كتير وتحققي أمنية كان نفسك فيها ربنا يديهالك. وانت بتشربي ماء زمزم اشربي كتير لحد لما بالعامية كده تتقرعي، يعني اشربي منها كده وحضري النية واستحضري النية، وخلي عشمك في ربنا كبير ان شاء الله بإذن الله ربنا هيحققها لك قريب. والله يا اخوات عن تجربة، اوعي تضيعي اللحظة دي من ايدك، اوعي تضيعي شربة ماء زمزم دي من ايدك، سنة على النبي صلى الله عليه وسلم. والدعاء ان شاء الله يكون مستجاب، ربنا يا رب يحقق لكم اللي بتتمنوه، ربنا ان شاء الله كده يكتبها لكم عاجلا غير آجلا يا رب، اللهم امين. في اخت امبارح بعتت لي برضو في الاسئله، قالت لي يا مراوده ينفع البس لون غير الاسود وغير الابيض؟ ينفع البس معرفش قالت اللون يعني ايا كان هو اللون، بني مثلا. البسي، النساء ملهاش لبس احرام معين، ملكيش لون معين، البسي اي لون بدام لا يصف ولا يشف. فخلي بالك من النقطه دي، لان في اخوات كتير جدا يا ولداه بيبعتولي بيقولوا لي يا مراوده هو لازم ابيض، انا مش بحب البس الابيض، واللي برضو ما بيحبش اللون الاسود، هو انا هغيب ال 15 يوم بتوعي لابسه الابيض او لابسه الاسود؟ النساء يا حبايبي ما لهمش لبس معين او لون معين، اللبس بتاعك شروطه لازم تكون صحيحه، لازم تكوني لابسه شراب في رجليكي اهم شيء، والعبايه بتاعتك تكون لا تصف ولا تشف وما تكونش ضيقه. فخلي بالك من النقطه دي، النساء ملهاش لون معين، لون محدد، البسي اللي انت عايزاه بدام اللون مش فاقع او مش ملفت او انت فاهمه ومش فيه بربرق كده ولميع وحاجات زي كده. خليكي كده في المعقول، يعني البسي اللون اللي عندك. طب هل يشترط ان انا البس لبس يعني اشتري جديد؟ لا، لا يشترط، بدام عندك عبايه حلوه لا تصف ولا تشف البسيها، مش ضروري جدا يعني مش ضروري خالص ان انت تشتري اي حاجه جديده. فده بالنسبه لكل الاسئله اللي بتجيلي عن اللبس، البسي اللي انت عايزاه، مش ضروري يكون جديد، اهم حاجه تكون العبايه اللي هتروحي بيها او اكتر، يعني خدي معاكي اكتر من عبايه لو هتقعدي 15 يوم. وخدي ما تاخديش بيتي كتير لان انت طول الوقت هتبقي في الحرم، خدي عباياتك تكون معاكي في الحرم، مش هحدد بقى الالوان علشان ما يختلطش عليكم الامر. المهم يكون الطرحه بتاعتك برضو تكون كبيره وستراكي من قدام ومن من ظهرك. فخلي بالك من النقطه دي كويس جدا 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 وانت بتحضري شنطه العمره، وخدي معاكي بندانات كتير علشان طبعا الزحام وكده فالطرحه بتتشد منك. خدي دبابيس، علبه الدبابيس معاكي، خدي معاكي احتياطي دبابيس علشان بصي هي ببلاش هنا يعتبر في مصر ب5 جنيه العلبه ولا حتى ب10 جنيه، هناك هتلاقيها بسعر، هناك هتلاقيها بسعر. فخدي بالك من التفاصيل الصغيره دي، ولو في اي حاجه واقفه قصادك يا ريت تبعتيلي في التعليقات، وانا ان شاء الله باذن الله ربنا يقدرني وارد على كل الاسئله اللي جاتلي. طب بخصوص الكراسي المتحركه مكانها فين يا ام روضه؟ مجانيه عند مكتبه مكة المكرمة. المكتبة دي كانت بيت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، دلوقتي بقت مكتبة مكة المكرمة، علشان في أخت يا ولداه قعدت تلف عليا وتقول لي يا مراد قولي لي أنا هناك دلوقتي ومش عارفة أروح إزاي ومش عارفة أوصل. اسألي على مكتبة مكة المكرمة، هي يعني جنبها على طول، هي جنبها على طول المكان، بتاخدي معاكي الورق وبتروحي تاخدي الكراسي المتحركة بالمجان، لأن الأسعار هناك غالية جدا جدا جدا. ربنا يتقبل منا يا رب، ربنا يكتبها لكم عاجلا غير آجلا يا رب، اللهم امين. بحبكم في الله، ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب.